في آخر تطورات قضية آيات الرفاع التي قتلت على يد زوجها في مدينة دمشق، نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام اعترافات كل من القاتل وأبيه وأمه وكيف كانوا يعاملونها ضمن المنزل. المزيد من خلال هذه المادة وبعدها. تصرفات البنت ما عجبتنا، صرنا نضربها على الطالعة والنازل نعورها، كنا نمنعها نطلع من البيت، وعلى الطالعة والنازلة أنا وابني غياس ومرت عمها قمر ريخشي كنا نعورها ونضربها. يوم الحادثة تغدينا، تغدينا ومشي الحال، أكلنا فزينا شربنا شاي. بعد ما شربنا شاي بنتها إلها وسخت. بعد ما وسخت أنا حاطط إبريق مي سخنة على الغاز على أساس هو مي سخنة نعتازه مثلا لشغله هيك، شغله عملة نعتازه عليها شغله. قام هي فكتها مرت عمها، هي عم تجي لانه فكتها مرت عمها لتنظف لها. قام اجت قالت هذا مي سخنه، قالت لا والله ما بعرف وينه. قلت لها انا كنت شفته انا مي سخنه على الغاز، وينه مي سخنه يا ايات؟ قال ما بعرف. قمت مسكت عصايه الخشب ضربتها على ايديها وعلى راسها وعلى كتفها، هيك صرت نعورها على راسها وعلى كتفها. وبعدين هي رجعت تجلي. بعدين اجت هي بعد ما خلص الجلي صارت تمسح الارض، ارض المطبخ وارض الكريدور. انا لما اعتزت الفرق قلت لها وين الفرق؟ قام قالت لي ما بعرف وينه. جبت الخرزان قفل الفراش وهي عم تكذب علي. قمت انا اخذتها وصرت اضربها من ناحيه الدبابيس، من ناحيه كابتن الدبابيس، صرت اضربها هيك على ايديها وعلى راسها وعلى جسمها. لما انا ضربتها بالدبسه من ناحيه الدبابيس قام هربت هي على الاوضه راحت. ان لحالنا مشي الحال خلصنا منها. وقام فز ابني بده يشوف شو بها، فات على الغرفه صار يقتلها. اسمي غياس الحموي، جوزت آيات الرفاعي من 3 سنين وسكننا مع أهلي، عطونا غرفة لحالنا سيدي. ما كانت تعجبني آيات الرفاعي لا إلي ولا لأهلي، فكنا نضربها. يوم الحادثة تغدينا شربنا شاي، فسألها يعني أبريق المي السخنة، ما جاء، قالت له ما بعرف، ففز ضربها بالملعقة الخشب على راسها وعلى جسمها. فرد بعد شوي سألها عن فك البراغي، أخذ الخيرزانة وضربها على كل جسمه بالراس المدبسة، على راسها وعلى جسمه. فراحت هي على الغرفة، لحقتها أنا عم بسألها عن الخلاف شو سببه، فصارت إنه صار خلاف بيني وبينها تلاسن. فكمان أنا دجيت لها راسها بالحيط كذا مرة، 4 أو 5 مرات، ضربات قوية. فتركتها أنا، هي ضلت على التخت غميت. طلعت من الغرفة أنا بعد حوالي ساعة، اجت الكهرباء، بعثت امي ابن اخي ليجيب المكواية، فلقى انه مرتي مغمى عليها كامل ولا من تمها ولا من كمها. فركض لعنا قال تعالوا شوفوا آيات، وركبنا لنشوفها. نحن لقيناها لا من تمها ولا من كمها. طلعناها من الغرفة، كتينا عليها مي، رشرشناها، صحصحناها ما صحيت. اخذناها عن المشفى. فرحت على المشفى انا واخي، حطيناها على الكرسي على تخت الاسعاف، عربية الاسعاف. فتنا فيها، قال بدها انعاش. فتنا على غرفة الانعاش، فوتناها. بعد فرحت انا رجعت على البيت. وقت اللي وصلت بعد شي حوالي ربع ساعة تقريبا خبرني ابي انه دق ابي، خبرني انه توفى. فهون انا ما قدرت يعني انه احكي مع بيت حماية مباشر، حكيت هيك على الواتس، بعت لهم واسطة البرنامج الواتساب رسالة انه بنتهم توفت. فما صدقوا اول شي، قلت لهم لا عن جد يعني القصة، وهي عم دقولي هن. لما خبروني سألوني، قلت لهم انه وقعت وداخت وصارت تسعل وتستفرغ، وحاولت اني اخبي الحقيقة.
يعني ما كانت تعجبني آيات لا إلي ولا لأهلي، كانت حجة الضرب والخيانة اليومية اللي كانت عم تتعرض لها آيات. أما حجة القتل هي كانت فقط إبريق شاي ساخن، كانت هي السبب أنه تنقتل مشانه آيات. فبدي رحب بلجين حاج يوسف، هي إعلامية وناشطة نسوية معنا من باريس. أهلا وسهلا فيك لجين. أهلا فيك وشكرا على الاستضافة. وأعتقد أنا وأنت نشعر بأسى أن نكون نتحدث اليوم عن صبية قتلت بدم بارد بدل أن نتحدث عن إنجاز صبية تعيش هذا الواقع السيء والمرير في سوريا. يعني كنت ببلش معك انه كم ايات بيننا اليوم موجوده هي عم تتعنف، ممكن تكون ضحيه بمجتمعاتنا ضمن معايير المجتمع السوري. الحقيقة كلامك صحيح، خاصة مع غياب يعني مراكز الرصد الحقيقية اللي عم تقدر تجيب أرقام واقعية من هذا العنف الذي يحدث. لكن في عنا رقم مرعب نحن إذا بنراجع اليونيسف والأرقام اللي تزايدت بالنسبة لأعداد الزواج المبكر، كانت بحدود 13% بسنة 2011 ووصلت إلى حد 46% بسنة 2019، وهي تقارير أممية نحن عم نحكي فيها. فتخيلي العنف المغلف ضمن هي الأرقام يلي انذكرت هلأ، هذا المسجل والمعروف. هناك أيضا أنواع من العقود الزواج التي هي لا تسجل. اليوم عندنا مخيمات لاجئين، عندنا مناطق فيها نزوح، كلها خارج دوائر القانون والأرقام الرسمية للأسف الشديد. يعني عدة أمور يجب مناقشتها بقضية آيات، يمكن إسقاطها على عدة قصص، منها زواج القاصرات وتأثير هذا الموضوع على الفتيات أو حتى على المجتمع. بداية ممكن ننتقل سوا نقطة نقطة. أكيد الحقيقة يعني الموضوع معقد جدا، ليس بالأمر البسيط. دائرة العنف هي دائرة متكاملة، تبدأ أيضا من السلطة، من الحكومات، من العائلة، من يعني لا تنتهي للأسف الشديد. يعني أيضا أهمية مراقبة الأهل والاطمئنان من الأهل على حالة بنتهم اللي تزوجت، إنه هل هي سعيدة، هل هي ناقصة شيء. تحسي هذا الموضوع أيضا كان مفقود بقصة آيات؟ صحيح كلامك كثير يعني في مكانه، وكان لافت للجميع انه كيف يمكن لطفله تتعرض الى كل هذا التعذيب هي لا تسال عنه. يعني معقول في والده اليوم ما بتشوف اثار التعنيف اللي موجوده على جسد بنتها على الاقل خلال مده طويله؟ يعني هذا التعنيف لم يحدث بشكل طارئ، وانما حدث بشكل مستمر وعلى مدار سنوات. اسلوب حياه يبدو عند آيات كان يبدو. لكن ايضا انا بطرح سؤال، يا ترى هي ما تفاجأت بالعنف اللي هي شهدته في هذه العائله؟ هل هو كان موجود في عائلتها سابقا فما استغربت انه هو موجود في عائلتها الجديده؟ طبعا هي نقطه تناقش. أنت زوجتي ابنتك بعمر صغير، يفترض أن يكون هناك قرب أكبر ما بينك وما بينها. في جملة لافتة تحدثت فيها الأم وقالت بأنه ما في شيء، مشاكل شوي وحماتي عم تعلمني كيف أفهم على زوجي. ما كان في هناك لغة حوار. ما هي هذه النصائح؟ ماذا يدور من الحماة لهذه الفتاة الصغيرة؟ ما هي كانت قبل كنة أيضا الحماية، هي كانت يوم من الأيام كنة، فلازم تكون توقف مع أوكي. أكيد كل إنسان ممكن شغلات ما بيعرفها أو بيكون جديد على الحياة الزوجية، لكن أكيد موضوع الضرب، يعني حتى إذا سمعتي اعترافات العم اللي هو أب غياث القاتل، قال أول مرة ضربها بشغلة خشب، بعدين جاب شغلة إلى دبابيس. يعني شوف اللي يعني مراحل ورا بعض. طبعا يعني العنف اللي تم ممارسته على هذه الفتاة مرعب للحقيقة، وكل مرة يمكن أن أي شخص أن يستمع إلى القصة يعني قصة تقشعر لها الأبدان، وليست فقط بالضبط. يعني إن كان سواء من العائلة، إن كان من المحيط الموجود، إن كان من كل الأطراف اللي كانت تسمع هذا العنف والعنف المستمر. يعني أيضا أنا بسأل عن دور المجتمع المحيط، عن دور الجيران. ما حدا خطر له أن يدق الباب، أن يرن الجرس من أجل استعارة شيء ما؟ ليس بالضرورة التدخل لحتى نحن نقول أنه نحن بدنا والله نفض الخلاف، ولكن على الأقل أنا بقول أنه أنا بعمل فترة استراحة لهذا العنف الذي يمارس، حتى يكون هناك إعادة نظر إذا كان الإنسان في حالة عنفية عالية.
لكن مرعب الواقع اللي هي عم تعيشه. وبتلاحظ اليوم هناك يعني مستويات العنف التي تمارس إن كانت ضد أو آيات أو غيرها كبيرة جدا. هناك اليوم الحادثة التي أحرق فيها الأب ابنته بالحمام وعلق صوت المسجل حتى ما يسمعوها الجيران. صح، صارت بتركيا. صارت في تركيا. هي قضية مرعبة أيضا. أنت اليوم لما بتوصل العلاقة بين الأب والأم والعائلة والأشخاص إلى هذا المستوى. طبعا العنف اليوم الموجود في سوريا واللي شهدوه الناس على مدار السنوات السابقة بيولد هذا النوع من العنف العالي الموجود عند الناس، لكن ايضا المحيط هو مسؤول، والمجتمع المحيط هو مسؤول ايضا عن المتابعه. العائله بكل افرادها هي مسؤوله عن المتابعه، الام، الاب، الاخوه، الصديقات. يعني تخيلي اليوم لو لم تتملك الجرأه هذه الفتاه التي نشرت القصه على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ماذا كان يمكن أن يحدث؟ كانت سكرت قصة آيات مثل ما شفنا أنه هو موضوع فقط تم إيقافه لمدة يوم واحد، وهو زور يعني تقرير طبي من المسعف أنه هي يعني ضربت راسها أكثر من مرة بالحيط. طبعا هاي الموضوع يجب محاسبة يعني العاملين بالمشفى. وأيضا يعني تم نشر عدة صور لجين اسمحيلي للقاتل غياث وهو يعمل ضمن الحرس الجمهوري. هل برأيك أيضا يعني اليوم بمجتمعاتنا منخاف أنه هذا فلان بيخدم بهي المنطقة أو فلان عنده هاي الواسطة الفلانية؟ هل بيكون أيضا هي أحد الأسباب اللي خلت الأهل يخافوا؟ بالتأكيد. وهذا الحكي مو هلا يعني جديد. الخوف من أصحاب النفوذ أو الذين يعملون بالقرب من أصحاب النفوذ أو اللي ممكن هن يكونوا موجودين. هلا أحيانا بصير نحن عندنا وهم إضافي، الناس هي بتركبه على حالة، مو بالضرورة أن يكون هو مثل ما بيقولوا يعني حقيقي، لكن هو يمكن أن يستفيد من هي القصة وأن يستفيد من هذه الخبرة لحتى مثل ما بيقولوا حتى يضيفها على حاله. مو بالضرورة أن تكون هذه السلطة والنفوذ هي في جانبه، لكن هو بيستخدمها. يعني ليس فقط أن يكون هو لابس لباس العسكري. يعني اليوم إذا بنفتح نحن صفحته على الفيسبوك كلها ما شاء الله أو أدعية دينية ويعني سلوك شخص ملتزم، لكن سلوكه على الواقع هو سلوك شخص منفصل. لا شك بأن كل إنسان هو معرض بأن يكون ضمن دائرة عسكرية فيها دائرة معنفة بالأساس، أن يكون العنف جزء من سلوكه. يعني ما رح نكون نحن كمان نتخبى وراء اصبعتنا ونقول لا هو شخص رح يكون لطيف، بالنهاية هذا في اكتساب لسلوك من المحيط اللي هو موجود فيه بالضرورة. وتم استخدامه أيضا هذا الموضوع يعني مثل ما أثبتت يعني الاعترافات أنه أيضا أخ الزوج يعني قام بتهديد العائلة تهديد مباشر، وهلأ تم إلقاء القبض عليه. إذا انتقلنا شوي للقوانين السورية، هل برأيك القوانين السورية هي مجحفة بحق المرأة السورية؟ هلا بالضرورة أكيد واضح يعني من كل ما يحصل حوالينا بأن هناك مشكلة في القانون السوري. يعني رغم تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفع سن الزواج من يعني إلى سن ال 18، لكن لا تزال المادة 18 ضمن القانون تسمح للمراهق والمراهقة بأن يتقدموا بطلب إلى الزواج، ويمكن القاضي إذا يعني شعر بأن فعلا هذه الصبية هي قادرة بهذا العمر وهي قاصر أن تتزوج فيمكن أن تتزوج، يعني بيعطيها هي الأهلية. لكن هناك جملة كبيرة من القوانين ومن المواد التي يجب تعديلها ضمن القانون السوري، منها قانون حماية المعنفات، العنف الأسري، تخصيص بنود خاصة بموضوع حماية المعنفات، مراكز حماية المعنفات. نحن اليوم ما بنشوف كل هذا موجود. وايضا القصور في اليات الابلاغ، يعني اليه الابلاغ اليوم حتى لو هي تتملكها السيده وقررت ان تذهب الى الشرطه والابلاغ وبعدين دائما هناك نقاط خلل موجوده ضمن القانون السوري لا يمكن تحسينها. كان في عام 2011 هناك مشروع واحة هي مركز لحمايه المعنفات، لكن لا يستوعب اكثر من 30 سيده. فتخيلي انه مركز معنفات لا يستوعب اكثر من 30 سيده، واقصى مده يمكن ان تتضمن او تبقى فيها السيده هي لمده عام. وبعدين ما هو الحل؟
لا يوجد حلول حقيقية رغم الادعاء بتوقيع على قوانين حقوق الإنسان وبالتوقيع على قوانين المرأة وقوانين التداول، ولكن هذا بالنهاية كله واضح. يعني وصول اليوم تحتاج آيات إلى إلى ثورة أخرى يا لجين، يعني تبدأ من المجتمع، من الأسرة. يعني حتى إذا انتشر الوعي عند النساء أنه في حال تعرضوا للعنف يحكوا، طب حكيتي ما في مكان تروحي عليه، ما في قانون يحميكي، فهي سلسلة متشابكة للأسف. دائرة معقدة مثل ما ذكرت لك، ولا يمكن تفكيكها ببساطة. هي مسؤوليات متعددة تبدأ من الفرد، تذهب إلى العائلة، إلى المجتمع، إلى المحيط، وبالضرورة الحكومات والدول بأي محل هي مسؤولة عنها. ورفع الوعي هو ضرورة جدا. وأنا أيضا مع تضمين حتى مواد قانونية هي تسائل المحيط والمجتمع حتى يشعر بأنه هو مسؤول عن إيقاف دائرة العنف. يعني غريب من كل هالجيران، يعني برجع وبقول لك يعني القصة لا تزال تعيش في الأذهان. صوت طرق الرأس على الجدران والناس عم تسمع وما حدا خطر له. حتى يعني بعض الجيران علقوا على المنشور اللي تم نشره بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ذكروا الجيران أنه إحنا كنا نسمع صوت آيات يعني كل فترة، صوت ضربة، ومرة كمان تعرضت للحرق. فغريب أنه إحنا ما قدرنا نحكي هذا الشيء إلا بعد ما فقدناها. بالضبط تماما، هي نقطة كثير مهمة. يعني تحمل المسؤولية تجاه العنف المحيط فينا، أعتقد يجب أن نرتقي، لكن الطريق صعب وطريق طويل جدا. إن كان من خلال الوعي لرجال الدين اللي هنا بيطلعوا على المنابر وبيحكوا عن حقوق أنه لا، يجب أن تعود المرأة إلى المنزل قبل غياب الشمس ويحارب النسوية، ويعتقد بأنه أن تعليم الفتيات وتمكين النساء بآليات الدفاع عن النفس هو خروج عن العائلة، بدل أن يكون هناك دعوات إذا كانوا هنا الرياديين في هذا المجال، بدل أن يكون هناك دعوات لتعليم الرجال وتخفيض نسبة العنف الممارس، يكون أنت عندك هو الهجوم على النسويات. عندك نفس الشيء في المجتمع. يعني أنت اليوم قضية بسنت في مصر التي يعني انتحرت، أستاذ المدرسة هو الذي يعني كان مؤثر بشكل كبير لما هو قال أنت أصبحت ترند والعالم كلها بتحكي بقصتك. هو كان له أثر كبير جدا. هذا مدرس، هذا جزء من هيئة تدريسية وتربوية. يعني الكتلة معقدة بطريقة بدها شغل سنين، للأسف بدها شغل سنين. يعني وهي قصة مثلا تطلع على السوشيال ميديا وتصير ترند مثل ما قلتي حتى تنحل. يعني ممكن آيات يعني لو ما ظهرت قصتها على السوشيال ميديا وتحولت إلى قضية رأي عام كانت تلفلفت القصة وآيات خلص توفت من كيسة مشان إبريق مي سخنة. يعني شوفي الحجة يعني بده يأدبوها. صحيح. يعني يمكن إذا بنراجع نحن على السوشيال ميديا القضايا اللي طلعت، انتبهي لليوم ما صار في حلول. يعني اليوم فتاة الحسكة ما لقينا غير انه مذكرات بحث بحق بعض الاشخاص، لكن هل عثرنا على الحقيقة؟ هل تحققت العدالة؟ ابدا. عندك ايضا يمكن في بعض القضايا تم القاء القبض على المتهم في بعض الدول. يعني نحن شفنا قضية سلوى التي قتلت في اسطنبول، في الاردن ايضا نفس الشيء. الآن قضية بسنت يعني تم إلقاء القبض على الشباب اللي سربوا صورة. أيضا الأب الذي قتل المار في تركيا. لكن اليوم بسنت، اليوم انتبهي على الشهادات اللي تم تقديمها من الأطراف الثلاثة المتهمة بالقضية. الثلاثة يعني وجهوها على أساس أنه هي قضية عنف، قتل يعني من دون قصد. بالضبط، لتخفيف الحكم الذي يمكن أن يصدر بحقهم. حتى العالم يعني تم استفزازها من خلال الاعترافات هي، انه طلعوا عالم على اساس انه هن بريئين وموضوع صار صدفه، عرفتي؟ فحتى يعني الوحشيه اللي كانت بافعالهم لما كانوا طالعين بهالهيئه، ايضا شفت يعني استفزاز للمشاهد وايضا للمتابعين على السوشيال ميديا. هو في شيء غريب للحقيقه، يعني تركيبه فيها شيء غريب من كم العنف اللي موجود فيها. اولا التكلم عن ضحيه، عن طفله صغيره بهي الطريقه، لم نكن نحبها، ما كانت تسمع كلامنا، ما كنا مهين ومعيب بحق يعني طفله انتم قتلتموها بالدرجه الاولى. الدرجه الثانيه ان تجتمع عائله متكامله على جريمه قتل، يعني شيء منفزع. بعد ما ضربوا ويعني وحصلت الجريمه قعدوا شربوا شاي، يعني اكملوا السهره.
صح. وبعد ساعة بالصدفة لو ما اجت الكهرباء وراح ابننا يمكن راح يجيب المكواية، كان يعني عادي مكملين حياتهم طبيعي. أنا كثير بدي أعتذر منك لوجين، جدا جميل ومفيد الحديث معك. لوجين حاج يوسف، إعلامية وناشطة نسوية، كنت معنا من باريس. شكرا لحضرتك.